السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني الكرام، ما زال حديثنا موصولا مع سيرة وحياة وقصة سيد الكرام عليه الصلاة والسلام في دروس السيرة لتصحيح المسيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا نعيش هذه المقدمة التي اقتربنا من ذكر غالبها، ثم بعد ذلك نشرع في ذكر أحداث حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ندلف إلى هذه القصة الماتعة التي تحكي لنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم البشر، قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر. فمن مزايا دراسة السيرة النبوية أنك تستمع إلى قصة النبي البشر الذي كان يضحك ويبكي ويسافر ويرجع ويتزوج ويطلق ويغضب ويقاتل ويصلي، الذي كان صاحبا وكان زوجا وكان أبا. كل هذا يحدوك إلى هذه الأسوة التي قال الله عز وجل فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قبل أن ندلف إلى قصة هذا النبي العظيم البشر عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن تتعرف على حال هذه الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وقبل اتصال الأرض بالسماء، وقبل مجيء الإسلام ومرحبا بالإسلام. لأننا والله صرنا نعيش في عالم عجيب وغريب. في كل يوم من أيام الأسبوع، وفي كل أسبوع من أسابيع الشهر، وفي كل شهر من شهور العام، تستمع إلى أحداث جسام وأمور ما كنت تظن يوما من الأيام أن يحتاج أحد المسلمين إلى تذكير المسلمين بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأرض قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله عز وجل إليها، أي إلى أهلها، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لك أن تتصور هذه الأرض انتشر فيها كل سيء: كفر بالله عز وجل وشرك، 60 و300 صنم حول بيت الله الحرام يذبح لها من دون الله وينذر لها من دون الله، وجماجم صلدة ورؤوس جلدة أبت أن تذعن لله رب العالمين، تعبد الحجارة والأوثان من دون الله. يعبد الرجل منهم مع كبر سنه وفخامة قدره وأبهة حسبه ونسبه، يعبد صنما من العجوة يقوم له تسبيحا وتحميدا طيلة الليل، فإذا عبث الجوع ببطنه طعم إلهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولك أن تتصور قول النبي عليه الصلاة والسلام:
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت صفة أعلى كعبا من الغضب. الغضب صفة أقل من المقت. المقت أشد، اشتد غضبه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. الحالة يشمئز لها وتشمئز لها أي فطرة سليمة. العرب قبل الإسلام ساءت أخلاقهم، فشربوا الخمر ولعبوا القمار الميسر، واشتدت قلوبهم قساوة، حتى كان الواحد منهم يئد ابنته التي خرجت من صلبه يئدها في التراب. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. جاء الإسلام حفظ هذه المرأة كما ستعلم بعد قليل، حفظها أما وحفظها زوجة وحفظها ابنة وحفظها جارية وحفظها، حتى جاء الرجل يسأل النبي في محضر من الرجال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فيقول النبي: أمك. فيقول له الرجل: ثم من؟ يقول: ثم أمك. فيقول له: ثم من؟ فيقول له: ثم أمك. فيقول له: ثم من؟ فيقول: ثم أبوك. جاء الإسلام. قبل الإسلام كانت العصبية الجاهلية حرب تستمر 40 عاما، يقال لها حرب البسوس، يقال لها حرب البسوس. استمرت 40 عاما بين ابني العم بنو تغلب وبنو بكر، بسبب ناقة مشؤومة. ناقة مشؤومة. ما بالكم بالنبي إذ بعث يحطم هذه الأوثان والأصنام التي يذبح لها آلاف من النوق والشاء وكل النعم وبهيمة الأنعام. حرب البسوس تعرفونها، كانت بين بني بكر وبني تغلب، بسبب امرأة يقال لها البسوس، لها ناقة يقال لها الناقة يقال لها سراب. وبنو العرب لم كانت تأنف أن تملك على نفسها ملك، يعني الرجل من قبيلة بكر القائد بتاعه من قبيلة بكر، من قبيلة بني سلمة القائد من قبيلة بني سلمة. أما أن يملكوا عليهم ملك من غيرهم هذا شيء لم يكن يعرفه العرب، حتى جاء رجل يقال له وائل بن ربيعة، وكان له اسم آخر يقال له كليب ابن ربيعة، ملكوه عليهم وجعلوه ملكا. والعرب كانت تأنف أن يملك عليها رجل من غير القبيلة، لكن رضوا بذلك لشهامته وفروسيته ومعرفته بأدوات الحروب والغارات وغير ذلك، وظلوا على ذلك حتى وصل صيت بني بكر وبنو تغلب إلى ملوك الحيرة
وملوك فارس وملوك الروم، واشتدت وطأتهم، وصار يتحدث في المجالس والحانات في بطولات هؤلاء، حتى جاءت امرأة يقال لها البسوس، وكانت لها ناقة يقال لها سراب. سراب هذه دخلت في حمى وائل بن ربيعة الملك دون إذنه، فما كان منه إلا أنه أخرج السهم من كنانته وصوبها فسقط في قلب نحرها. هذه المرأة أوغلت الحرب بين القبيلتين، بين قبيلة تغلب وقبيلة بكر، وظلت تتكلم بالأشعار: كيف أكون في حمى بني تغلب ويفعل بناقتي هكذا وهكذا، حتى نشبت الحرب بينهم. فقام رجل من بني تغلب يقال له جساس بن مرة، وطعن كليبا الملك، وكان كليب هذا متزوج بأخت جساس بن مرة. نشبت الحرب. من الذي قاد هذه الحرب؟ أخو وائل بن ربيعة، وكان اسمه سالم بن ربيعة، واسمه آخر المهلهل ابن ربيعة. المهلهل قيل له المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر، يعني عذبه ورققه، وكان يقول في أشعاره: أكثرت قتل بني بكر بربهم، اسمع، حتى بكيت ولم يبكي لهم أحد. يعني قعدت أقتل فيهم حتى صار القتل من كثرتهم أفنيتهم جميعا، حتى بكيت إذ لم يجدوا أحدا يبكي على قتلهم، حتى بكيت ولم يبكي لهم أحد. فبيقولوا له: ألا اكتفيت؟ كفاية كده؟ قال: آليت بالله لا أرضى بقتلهم حتى أبهرج بكرا أينما وجدوا، طول ما أنا عايز. حتى أخذ الغلمان الصغار وكان يذبحهم، حتى هموا أن يبقروا بطون الأمهات الحوامل للقضاء على كل نسمة من بني تغلب، من بني بكر. أنت متصور هذا كله هذا قبل الإسلام بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ ناقة. بقي لنا من هذه القصة الطويلة 40 عاما بقي لنا سوء الأحدوثة أن يتحدث عن عقول رجال عرب من أهل القتال والجلادة وغير ذلك، فلا يتحدث عنهم إلا بهذه العقلية الخبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأشياء التي كانت منتشرة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر. والإنسان العاقل لا يرضى أن يذهب عقله، لأن الإسلام لما جاء يحفظ ضروريات 5. من هذه الضروريات حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، يحفظ لك العقل. والشرب الخمر كان شيء طبيعي جدا عند هؤلاء، حتى صار الواحد منهم أمنيته أن يصير تاجر، دون أن يقول تاجر بقر، تاجر أغنام، تاجر، لا، إذا قال أنا تاجر فمعناه تاجر إيه؟ خمر. وكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم. تحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء والبلغاء، وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، فكانوا يذكرون ذلك في الشعر. اشرب الخمر، حتى صار الواحد منهم عنده أموال كثيرة يشتري بها خمر ويخزنها في بيته. شوف، يقول لك لما نزلت آية الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بيقول لك ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى دورهم وأراقوا ما فيها من خمر. شوف الرواية بتقول لك: حتى صارت شوارع المدينة كأنها
أنهار من شدة ما كان يخزن في البيت من الخمر هذه. ولا حول. شوف الإسلام جاء أنزل التحريم فيها تدريجيا، لأنهم يعني أشربوا في قلوبهم الخمر كما أشرب في قلوب بني إسرائيل العجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يصعد الواحد منهم على المنبر فيقول قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، لأنه شرب خمر ونسي لأن عقله ضائع أن يقول لا أعبد ما تعبدون. يجي الإسلام ينزل آيات تدريج أول تدريج ثاني، فلما سمع الصحابة فاجتنبوه قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، قالوا إيه؟ انتهينا ربنا انتهينا ربنا. تدريج. ليه؟ المعصية شربوها شربا وورثوها كابرا عن كابر وجدا عن والد جد وغير ذلك. فشرب الخمر كان بالنسبة لهؤلاء فخار يفتخرون به في أشعارهم، ولا يستطيع الواحد منهم أن يمضي يومه دون أن يشرب الخمر مرارا وتكرارا. كذلك من الأشياء التي كانت منتشرة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام القمار، اللي هو اسمه إيه؟ الميسر. وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية. بل اسمع وأنا أقرأ اليوم يقول لك وكان عدم المشاركة في لعب القمار سبة عند العرب. اللي ما يلعبش قمار يبقى رجل ناقص في مروءته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عارا. قال قتادة كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله. يقامر على أهله وماله. يلعب القمار على مين؟ زوجته وعلى أولاده وعلى المال الذي جعله بين الناس ذا أبها. يقامر الرجل على أهله وماله فيقعد حريبا سليبا. حريبا سليبا يعني رجل دخل الحرب وواحد مسكه وخلعه ملابسه وسلب منه لأمة الحرب. اتصور لما واحد قاعد كده ويلاقي زوجته خارجه من البيت وراح مع الراجل اللي كان بيلعب معاه قمار وولاده معاه يفعل فيهم ما يشاء. احنا لو قرأنا عن حال هؤلاء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا شيئا مذكورا. والفرس والروم لم يكن يعد العرب شيئا، كأنهم أناس ليس لهم قدر على ظهر هذه البسيطة. قال قتادة كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حريبا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره. لذلك كانت تتوارث بينهم العداوة والبغضاء. كذلك تعاطيهم للربا. تعاطيهم الربا عندهم قعدوا يتعاملوا بالربا مرة ومرة وسنة وأخرى ودهرا حتى قالوا الربا تجارة مثلها مثل البيع والشراء. قال الله عز وجل يحكي فهمهم وعقليتهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا وكان فاشيا فيهم وكانوا يجحفون فيه ويتعالون فيه حتى صارت بينهم قسوة لم تعرف من قبل. الواحد منهم يعطي الواحد مثلا بنت مخاض. بنت مخاض اللي ناقة لها سنة وطعنت عمرها سنة ودخل على السنة الثانية. بنت مخاض. ليه اسمها بنت مخاض؟ لأنها فصلت عن أمها إذ جاء لأمها المخاض يعني الولادة ثم فصلت عنها لسه صغيرة. يجي له يقول له أنت عليك بنت مخاض تدفعها لي مثلا أول شهر المحرم. يجي أول شهر المحرم لم يجد عنده إيه شيء، يقول له تقضيني ولا تدفع ما هو أكثر؟ يقول له لا دعني سنة وأعطيك بنت لبون. بنت لبون عندها سنتين وطعنت فين؟
في الثانية قيل لها بنت لبون لأنها صارت ذات لبن. يجي له بعد كده يقول له تعطيني بنت لبون ولا تقعد سنة كمان؟ يقول له لا، دعني سنة وأعطيك حقة. 3 وطعنت في الرابعة. يجي بعد كده تعطيني ولا تعطيني ما هو أشد؟ فجاء الإسلام وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكذلك رسخ الربا فيهم في أمور شتى، وأنزل الله عز وجل فيهم القرآن إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وذكر النبي ذلك في خطبته العصماء المعروفة المشهورة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ومن هؤلاء الذين كانوا يتعاملون بالربا من؟ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. كل أمر الجاهلية موضوع، ومن اللي بيتعامل بالربا؟ العباس، موضوع تحت قدميه. فبدأ النبي بأهله وعشيرته عليه الصلاة والسلام. الربا ده قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هل رأيتم عقوبة مثل هذه العقوبة؟ أمر صعب وشديد، والناس تساهلت فيه سهولة لا يعلم مداها إلا الله، فأكلوا الحرام فرفعوا أيديهم وتضرعوا إلى ربهم جل جلاله. يمد الرجل يديه إلى السماء أشعث أغبر يقول يا رب يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام. قال النبي فأنى يستجاب له. بل قال النبي للصحابي الجليل أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا منها الطيبات. شوف قصة أصحاب الكهف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، طعام زكي طاهر لا شبهة فيه ولا حرام فيه. الناس اللي قاعدة طيلة النهار، أعرف أناس مبلغ من المال يوضع في البنك ثم ذلك يأتي بالفوائد كل شهر، يأكل ويشرب، والله فجأة تعب، كنت معه في المستشفى فجأة مات، وظل أولاده يضعون هذا المال إلى يومنا هذا، يفعلون كما يفعل أبيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب ماذا أفعل؟ تاجر يا أخي، تاجر. حتى التجارة 9 أعشار الرزق فين؟ في التجارة. حتى اقتصاديا وضع المال هكذا يذهب بقيمة المال. الذي سيدور لك هذا المال ويربحه لك ويعمل لك فيه حتى لو في التجارة عقله ليس أعلى كعبا من عقلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. ورسخ الربا فيهم وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية، إنما البيع مثل الربا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي انتشرت الزنا والعياذ بالله. والزنا عار وباب كبير من أبواب الفقر، يغلق عليك كل باب من أبواب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى
والحرير الزنا والعياذ بالله، والحرير والخمر والمعازف واتخاذ الأخدان المعروف، ووسائل التواصل الاجتماعي التي اختلط فيها الرجال بالنساء، وصار رؤية الرجل للمرأة عارية شيء سهل ميسور، يضرب الذكر صفحا عنه ولا كأنه ذنب من الذنوب، ونسأل الله أن يردنا. وهذا مما عمت به البلوى في وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر وكل هذه الأشياء التي اختلط فيها الغث بالسمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن الزنا في هذا الزمن نادر، بل كان منتشرا، بل كان علنا. يعني بيوت الدعارة يرفع عليها الراية الحمراء، هذه الراية الحمراء تؤذن بأن هذا البيت بيت دعارة. الداخلين فيه يعرفون لماذا دخلوا، والموجودة فيه تعلم لماذا وجدت، وإذا دق الباب تعلم من تفتح الباب لماذا يدق عليها هذا الباب. وكانت الأنكحة على 4 كما تقول عائشة رضي الله عنها. كان في عندهم نكاح في الجاهلية، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من واحد منهم، وهن البغايا، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما الحافظ ابن حجر بيقول يعني علامة، فمن أرادهن دخل عليهن. وكانت هناك أناس تكره الفتيات من الإماء اللي بيشتغلوا عندهم على البغاء حتى يتكسبن من هذا الزنا والعياذ بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول، جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وظلم. المرأة في المجتمع الجاهلي اقرأ عنها كل الكتب التي ترجمت للحقبة التي كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تساوي شيئا مذكورا، لا تساوي أي شيء. عمر بن الخطاب يقول: كنا لا نعد النساء شيئا، كنا لا نعد النساء شيئا. الزوجة ليس لها حق في أي شيء، وليس لها حق أن تعترض على أي شيء. عمر بن الخطاب بيقول: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أخلاق نساء الأنصار، فكلمت امرأتي يوما فراجعتني. يعني رجعتني يعني بس عمر بن الخطاب ما تحملش، قالت لها: بترد عليا؟ قالت له: أو في ذلك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت فاكر زمان وأيام زمان؟ انسى بقى القصة دي زمان. اسمع بقى: إن نساء النبي لا يهجرنه الليل حتى الصباح. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الخلق الطيب عليه الصلاة والسلام، من فرط تواضع عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب أول ما سمع الجملة نسى كل النساء وافتكر مين؟ بنته. قال: أو تفعل ذلك حفصة؟ وعلى طول خد نفسه وراح لمين؟ لحفصة رضي الله عنها، فدخل عليها مغضب وقال لها: أصواب أن نساء النبي يهجرنه الليل حتى الصباح؟
أو تفعلين ذلك؟ أتغارين من عائشة؟ أو كانت جارتك أوضأ وأحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك؟ شوف، ما هو ليه أصلا عمل كده؟ ده بيقول لك عمر بن الخطاب بيقول يعني كنا تأتينا الأخبار أن هناك أناس ينعلون الحرب للقتال، يعني جيش هيجي يقاتل أهل المدينة. بيقول جاءني صاحبي يوما ودق الباب وقال كنا نتحدث أن غسان تنعل الحرب لغزونا، بتتجهز لحرب النبي. فالراجل صاحبه جاي له بالليل وقعد يدق الباب. عمر بن الخطاب قال ايه؟ ايه اللي جه في دماغه؟ قال عمر أجاءت غسان؟ صاحبه قال له ايه؟ بل والله وقع ما هو أشد من ذلك. فيه هو أشد من ذلك؟ قال طلق النبي نساءه. طب ليه هو أشد من ذلك؟ تعكر، تكدر طبع، يعني تعكر صدر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عندهم أشد من الحرب. أشد من الحرب إن النبي يكون إيه؟ حزين وزعلان عليه الصلاة والسلام. شوف المحبة، شوف فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال له أجاءت غسان؟ قال والله بل هو أشد من ذلك. قال وما ذاك؟ قال طلق النبي نساء. أي شيء يخص قلب النبي عليه الصلاة والسلام يعكر صفوة هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد، شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النساء قاعدة مع النبي والنبي يتكلم، فجاء عمر، سمعوا صوت عمر. أول ما النساء سمعت صوت عمر كلهم اختبأنا خلف الحجاب، خلف الستارة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب النسوة كنا هنا فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الايه؟ الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عمر كان ايه؟ شديد. فقال النبي له إيها يا ابن الخطاب والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير إيه؟ فج. لا يراك الشيطان في طريق إلا ويسلك طريقا آخر. الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جرت كذلك عادة الشيعة الروافض مجوس هذه الأمة الذين هم كنا نقول ذلك منذ 20 عاما على المنابر، 20 عام، وكانت هناك ثمة جماعات يوقفوننا ويقولون لا تتكلموا عليهم هكذا منذ 20 عاما. وكنا نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، وما زلنا نقول ذلك. وكانوا ينادون بالتقارب بين السنة والشيعة وغير ذلك، وما الذي يحدث هذه الأيام منكم ببعيد. يذهب إليهم الرجل زائرا وفي جوارهم، ثم بعد ذلك تأتي الصواريخ اليهودية تدك المكان دكا فلا يموت في المكان إلا الرجل والحارس. وأين هم؟ أمور كلها مطبعة بين هؤلاء الشيعة الروافض سباب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيام ما كان حسن نصر الله بيضرب في اليهود كنت أسمع الرجل منهم يقول ليس هناك رجل من العرب إلا هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يعلم إلى الآن صاروخ واحد ضرب فأصاب هدفا هناك. ولا ناس يسبون الصحابة ويلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، يكذبون القرآن الكريم ويعاقرون الزنا والعياذ بالله بالليل وبالنهار، ويقولون وهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. شوف بعد 20 عام تراهم رأي العين وترى كلام أهل العلم المبارك فتقول وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. الزنا كان منتشر
في زمن هؤلاء. حديث اليوم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، والله هذا الحديث يعني بعدما قرأته أكاد لم أعد أتحمل أن أقلب الورقة أو ورقتين ثم بعد ذلك أغلقت الكتاب. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة. اسمع إلى هذا الحديث: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، فإنكم إن كلفتموها ذلك كسبت بفرجها. المرأة مكانها البيت. قال الله: وقرن في بيوتكن إلا امرأة لها صنعة، خياطة لها صنعة، فصنعتها يأتي الناس إلى بيتها ويطلبون منها حياكة هذا الثوب وما شابه ذلك، فتتكسب بسبب الصنعة. فإذا لم يكن عندها صنعة أخرجناها لتعمل هنا وتنظف هناك وتبيع هنا وتشتري هناك، وربما كانت لا زوج لها، ليس لها بعل، مطلقة أرملة، طلبت منها ابنتها وتقدم لخطبة ابنتها الأخرى شاب وأرادت أن تزوج ابنها وأرادت أن تعول هذا المريض عندها في البيت، فلا تجد، فيتكلم معها فلان وعلان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتتكسب من فرجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رجل محيط بالشباب ولي معهم لقاءات شبه يومية إلى قرب الفجر، وأعلم من هذه الأشياء ما يوقف شعر الحاجبين. كنت مع رجل يعني بلغ مبلغا في الغنى والثراء، والرجل أظن أنه يوقن على مذهبي أنه ليس هناك فقير في الوطن العربي. فقير، جهل مركب. ومع ذلك قلت له: أتدري لماذا زنت الحرائر ومشينا في طريق البغاء؟ قال لي: ليه؟ قلت له: لما بخل الأغنياء بمالهم. غالب الناس لا يؤدون زكاة المال، لا يتصدقون. أكفل امرأة لها أولاد، امرأة أرملة، امرأة مطلقة، يا أخي إن لم تستطع أن تكون عونا لها ولأولادها تزوجها. يا أخي إن لم تستطع أن تكون كذلك، أنت وأربعة وخمسة وستة وسبعة واكفلوا هذا البيت. يتكلف هذا البيت في الشهر 10,000. لما كل واحد من 10 ينفق 1000 جنيه يستطيع أن ينفقه، في ناس تستطيع أن تنفق هذا الرقم. ما يأكلش لحمة في الأسبوع مرتين، في الشهر، في الشهرين، في السنة كلها. المهم نحاول أن نحارب هذا الوباء الذي انتشر في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا على النبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب. كسب البغي، بغي غير الزانية، البغي المرأة التي تتاجر بعرضها وتتكسب من ماء فرجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك وأختم: وأد البنات. قد بلغت كراهة الرجل للبنت أنه كان يئيدها وهي حية، حتى قالوا أن الرجل إذا لم يكن حاضرا وأتى بعد 2 أو 3 أو 4 صار عندها كم سنة؟ 4 سنوات. أول ما يدخل على زوجته وتقول له ولدت هذه يأخذها ويئيدها. ومنهم من كان يئيد أولاده ذكورا كانوا أو إناثا خشية الفقر. فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وبين الله عز وجل وصف الرجل إذا بشر بالبنت
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يجي لهم بالشريعة والإسلام والدين ويجعل هذه المرأة على رأس كل إنسان. صور واحد بعد ما يموت أبوه يتجوز أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عرب حياة قبيحة فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة، بينما أنا آتي باب الجنة فإذا بامرأة تسابقني فأقول لها ما لك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. المرأة التي تسابق النبي تريد أن تدخل الجنة قبله امرأة وليست رجل. وينزل القرآن يسمي سورة كاملة اسمها سورة النساء، ولا يسميها بسورة، ولا يسمي أخرى بالرجال. وتأتي سورة يقال لها سورة مريم، ومريم امرأة، وليس هناك ثمة سورة يقال لها سورة عيسى. جاء الإسلام وجعل للمرأة حقوق. حتى الناس المتخلفين الذين يقولون إن الإسلام ظلم المرأة وجعل المرأة لها نصف الرجل في الميراث لم يدرسوا الشريعة. غالب أحوال النساء في التركة أن المرأة ترث أكثر من الرجل في مواقف كثيرة، وفي مسائل كثيرة ترث المرأة أكثر من الرجل. مرأة يتزوجها الرجل يعطيها مهرا كاملا، ثم شرعا سيبك من اللي احنا بنعمله يجهز لها المسكن، الطعام، الشراب، السكنة، ونفقة الصيف، وكسوة الصيف، وكسوة الشتاء، ويطعمها مما يطعم، ويكسوها مما يكسى، ويسقيها مما يشرب، وكل ذلك. فإذا طلقها يعطيها نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. القرآن جاء رفع المرأة من الأرض السابعة في دركات الأرض السابعة، جعلها في السماء في السماء السابعة. هذا هو الإسلام الذي رفع هذه المرأة التي كانت توأد حية. طب لماذا كان العرب يئدون النساء البنات؟ فرط الغيرة، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في دروس كثيرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فرط الغيرة، من شدة الغيرة كانوا يئدون البنت، وكذلك كانوا يئدون البنات والبنين من خوف الفقر. وجاء الإسلام ومنع ذلك. ماذا كان بعد ذلك؟ هذا ما سنعيش معه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي إن قدر الله اللقاء والبقاء. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورد كل شيء إلى أصله، ونزل هذا النور وهذا الوحي وهذه الحقيقة التي تبث للدنيا كلها الخير الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فسمى الله القرآن نور لأنه جاء في زمن الظلمة، وسمى الله عز وجل هذا القرآن روح، وسمى الله عز وجل هذا القرآن بركة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبعث إلى هذه الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا بهذه الجماجم الصلدة الجلدة إما تكسر وإما تلين لكلام ربها جل جلاله وتقدست أسماؤه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح حياتنا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.